Dobrodošli u Sarajevo. 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 السلام عليكم، حياكم الله في فيديو جديد وفلوق جديد من مدينة سراييفو. فيديو اليوم راح نستكشف فيه المدينة وراح نعرف فيه الأماكن الجميلة السياحية والمطاعم والمعالم والكافيهات، كل شيء عن سراييفو راح تشوفوا وراح تعرفوا من خلال هذا الفلوق وهذا الفيديو. قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك والشير، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه. أنا نواف، بسم الله نبدأ فلوق اليوم. هنا سراييفو مدينة الحب والحرب، هي إسلامية بمآذنها التي زادت عن 80، وبمسابح العجائز، وبتحية الناس عند الوداع: الله إيمانت. مزيج غريب بين الشرق والغرب، الملامح أوروبية والروح شرقية. راح أعرفكم على واحد من الكافيهات المختصة اللي موجودة في البلدة القديمة في سراييفو. راح ناخذ نظرة كذا بسيطة على الكافي ونقيمه، وبرضه حنعطيكم الأسعار كالعادة. وأنا متوجه للكافي صادفت في الطريق ناس تلعب شطرنج. الظاهر هذا أكبر شطرنج صراحة شفته في حياتي. طبعا تبدأ صباحك ويومك لازم بكوب قهوة. الطلب كان 3 مشروبات، واحد فلات وايت واثنين كورتادو، وكان السعر 18 مارك، يعني تقريبا 40 ريال سعودي. أنا موجود في أجمل شارع في سراييفو، الآن في قلب سراييفو، في قلب المدينة القديمة والبلدة القديمة. هنا خلفي في واحد من أجمل المباني الموجودة في سراييفو، وهي كنيسة يطلق عليها القلب المقدس. مبنى جميل زي ما انتم شايفين قدامكم، تحفة معمارية. بصراحة أنا هذه المباني أحب إني أخذها صور وفيديوهات بعيدا عن الموضوع الديني. أتكلم كمصور هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة سراييفو القمرية، للوهلة الأولى إذا شفت الساعة راح تتوقع أنها ساعة عادية وما تشتغل، لكن في الحقيقة أنها تشتغل بالتوقيت القمري. حتقول لي كيف وإيش الوقت؟ ما أدري صراحة، لكن هذه الساعة تشتغل بالتوقيت القمري. تعد هذه الساعة أنها هي الوحيدة حاليا في العالم اللي تعمل بالتوقيت القمري. لا تقول لها القمري. طيب الساعة هذه كيف وصلت إلى سراييفو؟ في الحقيقة أنه تم نقل الساعة من مدينة لندن إلى سراييفو عن طريق تاجر تركي يقال أن اسم التاجر هاشم كولوجو. طبعا وصلت الساعة إلى سراييفو في عام 1873. بس والله شكرا على المعلومات المفيدة. سلام. أنا متواجد الآن في وسط حضارتين. على يساري الحضارة العثمانية اللي بدأت في عام 1464، وعلى يميني الحضارة النمساوية اللي بدأت في عام 1878. هتشوفوا مع بعض كيف إنه المنطقة هذه معطية طابع خاص ومختلف، إنك تجمع حضارتين في مكان واحد. Zauvijek ovim se riječima zaklinjem u tebe i sebe, da ću ti vratiti najbolje. بعد يوم شاب قلنا لازم نجرب الأكل البوسني، وراح نجرب واحدة من الوجبات البوسنية المشهورة اللي هو الكباب البوسني اللي يجي مع الخبز. راح نجرب ونعطيكم التقييم والأسعار في نهاية التجربة هذه. ما شاء الله الخبزة مرة كبيرة، والمفروض يكون كذا بالشكل هذا. حط الكباب بالشكل هذا، نقول بسم الله.
يبان الدخان ولا لا؟ رهيب رهيب. طبعا هذا مو رز، هذا بصل، مو رز. بصل تقدر تضيفه او تخليه برا. بس الكباب اول مره اجرب، طبعا اول مره اجرب الكباب بوسني، قمه. من هنا تم اغتيال ولي العهد النمساوي وزوجته من خلال موكب كان يمر من هنا، وتم اغتيالهم من قبل 6 اشخاص. هذه السيارة اللي كانت في الموكب وتم اغتيال فيها ولي العهد. وهنا برضه لو نشوف حنلقى في صور حاطينها للحادثة. طبعا عدد اللي اغتالوا ولي العهد هم 6 اشخاص، وراح اوريكم برضو اثار الاقدام للحادثة هذه. وهنا اثار القدم، يعني مخلينا تمثال وذكرى. ما يصير تجي البوسنة وما تجرب القهوة البوسنية، فالآن راح نجرب القهوة البوسنية. وش الحلقوم؟ وش تحط الحلقوم؟ حبة الحلقوم فين نحط الروح؟ تقريبا نفس القهوة التركية، نفس القهوة التركية، ما في أي اختلاف، ماني شايف أي اختلاف. لذيذة والله. متوجه الآن عشان نجرب التلفريك في سراييفو. بأمانة الطريق نصيحة، يعني إذا رايح خذ تاكسي لأنه الطريق متعب شوي، مرتفع، طول المشوار اللي أنت ماشيه حيكون مرتفع. هنا مكتوب إنه تلفريك من هذا الاتجاه. وصلنا لمحطة التلفريك. الآن راح تشوفوا معي نصعد سوا، وراح برضو أوريكم تكلفة التكت الواحد للشخص. يلا بسم الله، خلونا نستمتع بالأجواء. وصلنا الآن للمكان اللي راح نقطع منه التكت. طبعا ممنوع على اليمين حناخذ التكت، لكن ممنوع اني اصور. بس من هنا واضحة الإشارات انه راح تاخذ التكت وتصعد للتلفريك على طول. طيب سعر التكت للشخص الواحد 20 مارك، اللي هو تقريبا يعادل 40 ريال سعودي. صاعد الآن بالتلفريك، وهذا هو المنظر اللي راح تشوفوه. ما في أجمل من إنك تكون في وسط الضباب، وسط الأجواء الجميلة، وسط الطبيعة. أنت الآن في أحضان الطبيعة، في أعلى قمة ممكن تشوفها في سراييفو. مكان ساحر، المكان حالم، المكان ياخذك لعالم مختلف تماما. التجربة تستحق، اي والله جدا تستحق. Bosno moja, majko moja, duša ti. خلصنا جولة التلفريك، والآن بنروح نختار واحد من المطاعم اللي تقدم الأكل البوسني. هاي
Good afternoon. Welcome to Nanina Kuhinja in Sarajevo. And pasta fillet with meat. الطلب كان كرات بطاطس مع اللحم، واحد من الأطباق البوسنية. وبرضو عندنا هنا شيء والله ما أعرف إيش اسمه، لكن شيء قريب للمنتو. أوكي، يعني ممكن لو رحت أذربيجان قبل كذا يسموا هذه الأكلة مانتي. أوكي، وهنا يقولوا إنه باستا، لكن هي أقرب للمنتو. شايفين كيف؟ الله. ها. أهلا بكم في جهنم. عبارة كتبت على جدران مدينة سراييف، تلخص لك حال المدينة أثناء حصار الصرب على البوسنة والهرسك. تعرض سكان مدينة سراييف لأبشع أنواع جرائم الحرب، لم يتم رحم النساء أو الأطفال أو كبار السن أو حتى الموتى في قبورهم، حتى عام 1993 وتحديدا في شهر يوليو حينما تم الانتهاء من النفق، نفق الحياة، نفق الأمل. زي ما انتم شايفين يعني نوريكم هناك. النفق طبعا ضيق جدا، إذا تقابلوا شخصين وجها لوجه فهذه مشكلة. شايفين النفق يعني واحد، ما يشيل إلا واحد شخص. هذه الشاحنة استخدموها عشان ينقلوا مواد البناء والمستلزمات اللي تساعدهم انه يحفروا النفق. سوق البشارشية واحد من المعالم التاريخية اللي تعود لقرون سابقة. هنا راح تجد الحضارة والتاريخ والمعالم الجذابة. هنا آلاف السياح يتواجدوا بشكل يومي. إذا كنت تبحث عن التاريخ في البوسنة وتحديدا سراييفو، هذا المكان خيارك المناسب. المساجد والكنائس والمعالم الدينية متواجدة في سوق البشارشية، وبرضه راح تلقى المطاعم والأسواق الشعبية والكافيهات الشعبية. مجرد ما تحط حالك في البوسنة زور سوق البشارشية.